السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على ما آلت إليه فضيحة الكاف الكبرى المتعلقة بانتزاع اللقب الإفريقي من أنياب أسود التيرنكوا ومنحه كجيفة متعفنة لضباع الأطلس. كما كان متوقعا، لجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح لقب كأس إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي إدارياً عقب نهائي مثير للجدل. كان المنتخب السنغالي قد حسمه ميدانياً بنتيجة 1-0 وفق ما أكدته المحكمة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء. فقد أعلنت محكمة التحكيم الرياضي عن تلقيها استئنافاً رسمياً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وذلك عقب خسارته لقب كأس إفريقيا على البساط. وأوضح بيان الهيئة التي تتخذ من مدينة لوزان مقرا لها أن الاستئناف يتعلق بقرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 من مارس 2026 يقضي باعتبار منتخب السنغال منهزما في نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025 بسبب الانسحاب ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0. وجاء في بيان التاسمايلي: وسيصار إلى تشكيل هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضي للنظر في هذه القضية، على أن يحدد لاحقا جدولا زمني للإجراءات. ووفقا لقواعد المحكمة، يمنح الطرف المستأنف مهلة 20 يوما لتقديم مذكرة الاستئناف متضمنة دفوعه وحججه القانونية، فيما تمنح الأطراف المدعى عليها مهلة مماثلة مدتها 20 يوما لتقديم ردها مرفقا ببيان دفاعها. غير أنه وفي هذه المرحلة المبكرة من مسار القضية، ونظرا لطلب مجلس الأمن المالي تعليق الآجال النهائية، يتعذر في الوقت الراهن تحديد جدول زمني دقيق للإجراءات أو موعد محتمل لعقد جلسة الاستماع. وفي هذا السياق، أصدر ماثيو ريب المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي CAS البيان التالي: تتمتع محكمة التحكيم الرياضي بالاختصاص الكامل للفصل في مثل هذه النزاعات بالاستعانة بمحكمين ذوي خبرة واستقلالية، ونحن ندرك حرص الأندية والجماهير على معرفة القرار النهائي، وسنحرص على تسريع وتيرة الإجراءات قدر الإمكان مع ضمان احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة. في رأيكم، من يستحق هذا اللقب، أسود التيرنكا أم ضباع الأطلس؟ شاركونا بآرائكم. كان معكم الصحفي رسيم من حقنا @رسيم سبور. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد.